عارف مشكلتك ايه؟ او المشكله اللي بتواجه ناس كتير قوي ايه؟ هي ان انت ناقصك حاجه من الثلاث حاجات دول، او خلينا نقول اربعه. بيربس، هدف، خطه، والتزام وعدم تشتيت. اي حاجه تانية في حياتك هتحل نفسها لو انت معاك الاربعه دول. ايه بيربس؟ بيربس ناس كتير بتقول انا مش عارف الاقي بيربس، انا مش عارف الاقي بيربس. نيجا، عارف انت بتلاقي البيربس ازاي؟ بان انت تأدي اللي عليك، وحبه حبه بتعرف البيربس از يو. اي حاجه انت هتتكلم عليها هتقول ايه هدف في الحياه؟ انت الهدف، انت الهدف. فاهمني؟ لان انا كهاشم اوكي، هل انا البيربس بتاعي ان انا اساعد الناس؟ طب افرض اليوتيوب قفل بكره يعني، عادي ممكن يختفي. هل انا البيربس بتاعي ان انا مثلا واحد بيجري الاولمبياد، هل هو البيربس بتاعه ان هو يكسب الاولمبياد؟ ال- يا- لا. واحد شايف ايه، هل ده البيربس؟ لا. امال ايه هو؟ كلنا اظن عندنا بيربس موحد، الا وهو ايه؟ ان انت تشوف انت بكل حاجه فيك تقدر تعمل ايه. اكنك مثلا ايه؟ اكنك معاك قطع غيار، تمام؟ انت بتشوف بقطع الغيار دي بقى ممكن تكون ايه. ممكن تعمل عجله، ممكن تعمل عربيه، ممكن تعمل طياره. انت وشطارتك بقى، فاهم؟ وعلى حسب القطع اللي موجوده لك. بس من الاخر اللي هو تشوف انت نازل الحياه دي بكروت، تمام؟ معاك كارت مكتوب فيه انت اتولدت في بيئه عامله ازاي، كارت بيقول انت شخصيتك كونت الى حد ما عامله ازاي، كارت بيقول لك انت عملت عادات سابقه او ماضي سابق كان عامل ازاي، الى ما هنالك. يعني انت معاك كروت مختلفه عن حاجات سابقه خلاص مش بايدك. قد تكون البيئه، الجيناتكس بتاعتك، ان انت مولود غني ولا فقير، ان انت عملت ايه في الماضي ولا شخصيتك ايه في الماضي، هل انت كنت دايما واثق من نفسك ولا لا، هل انت كنت كذا. المهم كلنا عندنا كروت مختلفه، كلنا عندنا الباك جراوند بتاعتنا. في حاجات ممكن تبقى موحده ما بيننا سواء حلوه او وحشه، لكن في حاجات كتير كل واحد انديفيدواليتي بقى. اللي هو لا، انا لوحدي عديت بكذا كذا كذا، انا عديت بالمشكله دي، انا حياتي مشيت بالطريق الفلاني دوت. ده كارت جالي، خلاص انا قاعد بلعب بوكر، ده الكارت اللي جالي معايا. الكارت ده عامل ايه بقى؟ هتعامل بالكارت ده واشوف ايه اللي اقدر اعمله عشان اكسب اللعبه، صح؟ هي دي الفكره. بيربس بالنسبه لي دلوقتي في بالي يعني، الا وهو ايه؟ ان انا اشوف البني ادم اللي قدامك دوت يقدر يعمل ايه، ايه اللي انا اقدر اعمله. فاحقق ده ازاي بقى؟ احقق ده باهداف. بمعنى ان البيربس في اوله وفي اخره هو انت ربنا خلقك، تمام؟ وريه انت تقدر تعمل ايه. انت عندك نعم، فوريه تعرف تعمل ايه بالنعم دي. مش وريه الا هو انك بتثبت حاجه لربنا يعني، لا، بس انا بدي الكلمه، بقول كلمه وريه الا وهو انت في الدنيا وريني بقى هتعمل ايه. فاهمني ازاي؟ لان هو في الاخر اختبار، صح؟ وريني تقدر تعمل ايه في حياتك من كل النواحي بقى، من انجازاتك الشخصيه، من انضباطك، من حتى افعالك العاديه، او حتى افعالك في تحسين ذاتك. فاهم؟ في كل الحالات هتعمل ايه؟ تطلع بتشرب سجاير؟ تطلع بتبيع مخدرات؟ هتطلع شغال عن يعني اللي هو ايه اسمها ايه بالعربي؟ هو شغال في الدعاره يعني، من الاخر لو عندك بيت دعاره مثلا، ولا هتبقى عندك بيزنس، ولا هتبقى شيخ، ولا هتبقى شخص رياضي، ولا هتبقى ايه. عندك كل الاوبشنات دي افيلابل. ممكن انت بقى وشطارتك، فاهم؟ انت وطريقك اللي هتاخده، انت وافعالك هي اللي هتديكتيت انت رايح فين. فاول قاعده، اول حاجه خالص، هو ان انت يبقى عندك دايركشن كده، يبقى عندك بيربس، يبقى عندك حاجه انت فاهم انت عايز تعمل ايه. فاهمني؟ وهي اكثريه كمنتال ستيت. انت مش بتتشيس هدف عشان هدف، انت بتتشيس هدف، بتروح ورا حاجه لان انت عايز المنتال ستيت، لان انت عايز العقليه اللي موجوده في ذاك الشيء، تمام؟ يعني خلينا ندي مثال. مثلا انا كهاشم، ودي فايبل اوبشنز بالفعل، انا ممكن اكمل هنا مثلا، يبقى شغلي الاساسي هنا كيوتيوب، اساعد الناس اعمل حاجه، الا وهو بيحصل. وبالفعل اوريدي احنا 20K دلوقتي، وانا مش عايز اصلا سبسكرايبر يزيدوا قوي، لكن غصب عني. فالى حد ما انا نسبيا بعمل شغل كويس، انا مبسوط بالشغل وساعدت ناس كتير جدا. عظيم. ده سيناريو الف مثلا، الا وهو اللي انا فيه دلوقتي مثلا، اللي هو ان انا شغلي، او اللي اخترت ان هو يبقى الطريق اللي انا هقضي فيه وقتي وجهدي واصحى منه من النوم، هو عشان اوصل العلم والفايده والخبره اللي جات لي ليك انت، لان مفيش حد بيديها لك، تمام؟ سي مثلا سيناريو 2 او اوبشن 2، طريق تاني، ولو نقول العسكريه. العسكريه هنا، ولا هو
ابقى مجند في الجيش مثلا، هدخل صعقه ولا حاجه، فرق الى اي مكان. ده سيناريو مثلا رقم اتنين، الا وهو طريق حياتي هيختلف تماما عما هو دلوقتي، صح؟ الا وهو ان اوكي مش هبقى يوتيوب ما ينفعش اصلا ابقى يوتيوبر، هنعزل اختفي بتاع، هقدم في الصاعقه، فاهم؟ هتبقى اللايف ستايل بتاعي مختلف تماما، طريقه حياتي، جهدي، اهدافي، كل حاجه هتبقى مختلفه تماما عن دلوقتي، صح صح. تعال ناخد اوبشن 3. ممكن اكون دكتور مثلا. انا لو بقيت دكتور، انا دكتور جامد على فكره، بس ايه، دخلت طب وظبطت، فاهم؟ وذاكرت ودحيت، وفعلا هطلع من احسن الحاجات، ودي حاجه انا واثق فيها يعني بجد، فاهم؟ عندي حب شديد بالبيولوجي وبالطب والى ما هنالك يعني. ده اوبشن 3 ممكن وارد، بس طبعا حياتي هتختلف عن لو انا كنت في العسكريه عن حياتي دلوقتي، صح؟ جميل جدا. وممكن نقعد ندي امثله على اوبشنز تانية وارد ان انا اعملها، وارد ان انا كنت اخد الطريق ده، وارد ان انا كنت اعمل كذا، عادي. وارد ان انا كنت اخد اي من الطرق دول، انا اخترت الطريق ده عشان اسبابي الشخصيه، انا حر. بس في الاخر هي نفس المينتال ستيت ثابته، نفس الدافع ان انا اخد ده او ده او ده ثابت، بمعنى ان في كلتا الحالتين، في كلتا الثلاث يعني في كل الثلاث حالات دي، انا هختار ان انا ابقى احسن حاجه ممكن ان انا ابقاها في اي مكان المجال اللي انا فيه. فاهمني ازاي؟ البيربس ثابت، الدافع الاساسي ثابت، ان انا اشوف انا اقدر اعمل ايه، ايه بالظبط اللي انا اقدر اعمله، ايه بالظبط اللي انا اقدر انجزه، ايه بالظبط اخري، شوف اخري فين واوصل له. ما سيبش حاجه زي ما تقول في التانك، اللي هو اخلص كل يوم وانا مدي كل حاجه اقدر اديها، فاهم؟ وانا منجز كل حاجه اقدر اعملها. ده بيربس انه ما سيبش حاجه في التانك، فاهم؟ يوم ما اجي اموت مثلا، ان شاء الله يحصل بكره، بيحصل كمان 100 سنه، يوم ما خلاص، فاهم؟ الساعه تك زيرو، ما يبقاش في اي حاجه فاضله اصلا، فاهم؟ ما يبقاش في اي حاجه فاضله بالنسبه للوقت اللي كان معايا. نعتبر انها بكره موت، اتمنى ان يوم ما أموت، لما اموت بكره، لما الساعه تك زيرو وافهم خلاص ان الساعه تكت زيرو، اللي هو في لحظات ما قبل الموت على طول، هل انا خلصت 100%؟ اديتها فعلا 100%؟ بس انا تمام، انا تمام، يلا استاذن، انا رايح البرزخ، سلام، خلصت اللعبه 100%، اديت كل حاجه اقدر اعملها. ده البيربس، فاهم؟ ان انا ببص في المرايه ابقى فخور بنفسي، ان انا ابص في المرايه وابقى مبسوط باللي انا شايفه في عيني، مش كجسد، الا هو انك مبسوط بشكل جسمك، قصدي مبسوط بنفسك، لما انت تبص في عينك انت شايف اللي انت انجزته وتخطيته، تبقى فخور، فاهم؟ ضد لما تبص في المرايه تحس بالعار، بالشأم، تبص لنفسك كده من فوق لتحت، فاهم ازاي؟ ده بيربس، تمام؟ من هنا بقى تقدر تشوف الاهداف بتاعتك. والاهداف اكشولي مش هتفرق، ده طريق وده طريق وده طريق، اقدر اختار ده او ده او ده، دي ترجع لي انا بناء على ايه؟ بناء على انا نفسي في ايه مثلا، انا نفسي مايله لايه، انا عايز اتعامل مع انه مشاكل الى ما هنالك. بس في الاخر انت يبقى عندك هدف او طريق معين شغله. بالنسبه لي اهدافي دي بتتمحور حوالين المنتال هيلث، حاجات ان انا عايز ابقى شخص منتلي مبسوط، ممتن، سعيد الى ما هنالك، ما عنديش افكار سلبيه، كذا 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 كذا. فبالتالي ده بيخليني اشتغل على نفسي في الناحيه دي. اهداف منتال هيلث، اهداف التعلم، انا شخص بيحب يتعلم، انا عندي اشياء بشتغل عليها في الخلفيه، حاجات انا بعملها عشان ازود علمي انا الشخصي. اهداف لجسمي، تمرين في الجيم، الجري، الرياضه الى ما هنالك، حاجات انا مهتم بيها. اهداف في شغلي الا وهي مساعدتي انا في اليوتيوب، اللي هو لو هنتكلم كان انا اساعد الناس. اهداف في البيزنس الا هو الجانب البيزنس لشغل اليوتيوب، لان اليوتيوب منقسم الى جزئين، الجزء البيربسفول ما بين قوسين الا وهو في الفيديوهات، هنا بطلع اتكلم، بقول لك اللي على بالي، بديك النصيحه على قد ما اقدر، واتمنى انها تسمع معاك وتطبقها، وما تبقاش اللي بيقعد يتفرج كده اهو وما يعملش اي حاجه بعدها. فمن ناحيه بيربسفول. وعلى الناحيه الثانيه الا هو الجزء البيزنسي، ازاي اخلي البيزنس كويس عشان يديني انكم، الا هو فلوس يعني من الاخر، عشان تسهل لي حياتي من الاماكن التانية اللي انا برضو مهتم بيها، فاهمني؟ عندي جزء في حياتي ريليشن شيبس، ازاي اكون ريليشن شيبس كويسه مبسوط فيها مع ناس بحبها، فاهمني؟ عندي جزء تاني، دي كلها اهداف، لكن هي في الاخر هتتحط تحت نفس البيربس، الا هو ازاي اقدر انا ابقى احسن حاجه ممكنه واسطب حياتي بالطريقه اللي انا عايزها فعلا. فاهمني ازاي؟ فمش هتفرق قوي اهدافك بقى اللي هي التحديديه، لو هي مثلا يقول التارجت بتاعي ان انا اعمل مش عارف كام دولار في الشهر، ان انا اعمل مش عارف ازيد وزن كام، ان انا ابنش كيلو كام.
دي كلها حاجات كويسه ومحتاجها فعلا بالفعل. انا عندي حاجات كده بتارجت عليها، احيانا بحققها في وقتها بالظبط، اكون حاططها مثلا بعدها بست شهور واحققها فعلا بعدها بست شهور بالظبط. احيانا بحققها قبلها، يعني سي حاطط تارجت كمان ست شهور احققه بعد اربعه، بتحصل. واحيانا التارجت بيتاخر شويه لاسباب خارجه عن ايدي، او ممكن تكون اسباب في ايدي وهاخد اكونتابيلتي ان انا اللي اخرتها، لكن في كلتا الحالتين لازم ان انت بتحقق التارجت ده في الاخر. لكن في الاخر التارجت مش هو الصوره الكبيره يعني. فاهمني ازاي؟ سي مثلا ان انا خلينا نقول حطيت هدف للتبسيط، ان انا قلت بص انا عايز اجيب كذا عدد سبسكرايبرز مثلا. احيانا بجيب الهدف ده بدري، احيانا ما بجيبش الهدف ده، احيانا بجيب الهدف ده وقت ما قلته بالظبط. انا ما عنديش هدف سبسكرايبرز الصراحه، لكن انا بدي مثال بس. تمام. في كل الحالات دي هتفرق بالنسبه ان الشغل الاساسي الا وهو مساعده الناس هتفرق قوي. لا هي بس مايلستون اكبر كتحدي او عشان اتاكد ان انا بزق نفسي. فاهمني ازاي؟ بس غير كده it doesn't matter قوي يعني. فانت هتحتاج يا باشا يبقى عندك الدافع الداخلي ده، اللي هو الدافع اللي ما بيخلصش. عارف ليه حلو قوي الدافع ده او البيربس ده؟ لان انت ما بتروحش في حته. اي اهداف تانية بتروح وتيجي، طيب عايز اعمل فلوس دي، طب عملتها وبعدين. انما انت موجود دايما، انت مع نفسك من يوم ما اتولدت لحد ما تموت. فلما انت تكون الدافع، لما انت تكون ايوه اشتغل علشان ما يبقى عشان عندي نعم لازم ان انا ارضي نفسي بيها، فاهم؟ اشتغل زي ما بيقولوا كده لوجه الله يعني، فاهم؟ اللي هو علشان انا قدامي معايا طاقه، يبقى ما ينفعش اقعد الا ما اسيب الطاقه دي، لان ده يبقى عار. فاهم؟ انت معاك تقدر تعمل حاجه وما عملتهاش، عار عليك ليه ما عملتهاش. فاهمني؟ ويبقى عندك هدف من ناحيه ايه؟ هدف هنا اللي هو اتجاه، ان انت فاهم الطاقه دي هنوديها لفين. تمام. فلو ان اقول مثلا ان انت بشغلك في الجيم، او شغلك مثلا زي حالاتي هنا في اليوتيوب، او انت عايز تاخد اي من الطرق دي، انت مثلا يعني شغوف جدا بالطب مثلا، عظيم، شغوف جدا ببزنس، عايز تعمل بزنس خاص بيك وكذا، مالكش انت في يعني في الجامعات او في كذا، عظيم برضو، يبقى ده دايركشن بتاعك. شخص ثالث لا انا عايز اشتغل في هندسه العربيات مثلا، هو بيحب العربيات ونفسه يشتغل فيها، عظيم. واحد ثالث يقول لا انا نفسي اعمل كذا، عظيم. وده عظيم وده عظيم وده عظيم، ده ما يقللش من ده في حاجه. فاهم؟ كل واحد يعيش الحياه اللي هو عايزها. فاهمني ازاي؟ على حسب هو متشد لايه. فانت محتاج الدايركشن ده عشان تعرف اوكي احنا بقى معانا بيربز، بقى معانا طاقه، طلعها في ايه بالظبط، سبيسيفيكلي ايه التاسك اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. فاهمني ازاي؟ بعد ما تحط هذا التاسك، بعد ما تحط هذه الفكره، تيجي بقى المرحله اللي بعدها، الا وهي ال اه الكونسيستنسي او الانضباط في الشيء والاكونتابيلتي. بعد ما انت تحط الحاجات دي لازم بقى تخش في نقطة الديسيبلين، نقطة الاكونتابيلتي، نقطة السيلف ايمج، التغيير، البلان، الخطة اللي هنمشي عليها ولازم نلتزم فيها. هنا الديلي روتينز، هنا الهابتس الطبيعية، هنا الحاجات اللي انا بقولها لك. سي انت عايز تحسن المنتال هيلث بتاعتك، تمام؟ انت مكتئب عايز تحسنها، تعمل ايه؟ لازم تمديتيت وتجورنال وتتمشى في الطبيعه وتحسن صحه جسمك وتحسن علاقتك مع الناس وتصلي وتقعد في الطبيعه وتظبط نومك وتكتب رسائل امتنان للناس وكذا وكذا وكذا، وتبقى كايند والى ما هنالك. تمام؟ حاجات اتكلمت عليها في الشانل هنا وكتير والى ما هنالك. اوكي، كل الحاجات دي محتاجه ديسيبلين. ديسيبلين بمعنى ان انت حتى لو انت حاسس انك مش عايز، بتقول فاكت عشان رايح ليه؟ لان انت حاطط نفسك اعلى من مشاعرك. مش معنى ان انا مش عايز اروح معنى انا مش هقوم. فاهمني ازاي؟ لان كل مره تخون هذا العهد لنفسك، يعني لو تقول مش عايز اقوم، انت كده اكنك عملت، تخيل ان انت تعمل ده لحد تاني. اوكي، تخيل مثلا ان انت عندك حد بتحبه مريض، تمام؟ هو قال لك انا تعبان ينفع تجيب لي دواء؟ رحت قلت له لا مكسل. توجع صح؟ انت بتعمل كده لنفسك كل مره ما يعني يكون قدامك تاسك المفروض انك تعمله وما تعملوش. المفروض ان انت تأدي اللي وراك اول باول عشان توصل للحاجه اللي انت عايزها، صح؟ فهنا تيجي بقى قصه الانضباط، السيلف ايمج، نظرتك لنفسك. لو اللي هي فكره انه لو حد تخين شايف ان هو تخين وراح الجيم وقلت له انت لازم تتدرب في الجيم للابد عشان تبني الجسم احلامك، للابد للابد. انما لو واحد هو اوريدي شايف نفسه شخص رياضي، ده شيء يعرفه اصلا التمرين للابد، ده شيء هو عايزه، ده شيء يعرفه. فاهمني ازاي؟ فما عندوش مشكله انه يتدرب للابد. فاهمني؟ نظرتك لنفسك هتغير نظرتك لحياتك ولافعالك. الالتزام في الهابتس، ان الحاجات دي تبقى عادات عندك. مثلا لو انت بتتمرن عشان تجري الترا، بتتمرن علشان تبني جسمك، اذا انت في حاجات كتير لازم انك تنتظم فيها في اكلك وشربك ونومك وتمرينك الى ما هنالك. فاهم؟ صحه هرموناتك، كذا كذا كذا. فاهمني ازاي؟
ويبقى عندك البلان والخطه وتثبت على الخطه على قد ما تقدر. خليك فليكسبل، الا وهو لو حصل حاجه اضطريت ان انت تتني البلان سنه عشان تعدي العقبه الغريبه اللي جت قدامك دي، اكيد ما تبقاش اللي هو دماغك خشنه، فاهم؟ لف حوالين العقبات تمام، بس ما تخليش ما تخلقش عقبات من لا شيء، فاهم؟ ما تقولش ماليش نفس النهارده فهغير الخطه عشان ماليش نفس، لا، ده كده اسمه استهبال، فاهمني؟ بعد كده يا سيدي عندنا السكوت وعزل الديستراكشنز. بيبقى عندك الثلاث حاجات دول تمام، عارف ايه اللي بيحصل؟ بتتكاسل شويه، بتتكاسل شويه، تتشتت بحاجه، تتشتت بده، تتشتت بده، بتشغل دماغك باصوات، تقعد تقول وتتكلم وتحكي وتقول ده انا هعمل، في الاخر ايه اللي يحصل؟ ما تقولش حاجه، فاهمني؟ ليه؟ distractions، مشتتات. لما انت تكون بتقعد تتكلم كتير قوي 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 عن حاجات ما حصلتش لسه، عقلك بيشغل نفسه باللي ما جاش لسه اصلا، فما بتعملش. الا هو دلوقتي تخيل انه ايه مثلا، تخيل ناس مفروض ان هما بيشتغلوا على بيزنس، تمام؟ تخيل ان هو اتنين مثلا صحاب بيشتغلوا على بيزنس سوا، تخيل ان هما قعدوا يتخانقوا مثلا عن لما يجيبوا البورش بتاعتهم هيلونوا لونها ايه. فسابوا شغلهم بقى وقعدوا يسرشوا ايه احسن الوان البورش واحسن انواع البورش. تقول ده ايه التخلف العقلي ده؟ صح؟ يعني الناس بتعمل كده بالظبط، فاهم؟ اللي هو انت فين وبتتكلم على ايه؟ انت دماغك راح تفكر فين وانت فين؟ فاهمني ازاي؟ اللي هو اتقل وخليك موجود، وشيل الديستراكشنز، ما تشتتش نفسك، ما تقعدش على السوشيال ميديا كتير، ما تقعدش تتعامل كتير، يعني اتقفل كده شويه بحيث انك تركز، فاهم؟ عارف انت اللي هو، عارف انت الميم بتاعت اسلام دي اللي هو send 2 3 year to Dagestan and forget، فاهم؟ اعزل نفسك كده 2 3 year and forget، انسى اي حاجه تانية، اقعد ركز على الاشياء اللي انت بتعملها. مش لو انا عايزل اجتماعيا، لا طبعا، لان الاجتماعيات جزء مهم من حياتك، الاجتماعيات هي جزء من السيلف امبروفمنت لو انت بتعملها صح. أه، بس الا هو تنعزل عن السوشيال ميدياز، عن ايفنتات ملهاش لازمه، عن حاجات ملهاش لازمه، الحاجات اللي مش مهمه، اي حاجه مش بتساعدك انك توصل دون، فاهمني ازاي؟ فيديو جيمز، سكرولينج بتاع، كل الحاجات دي ملهاش لازمه، هي مجرد مشتتات، مجرد نويز، مجرد اصوات هتشتتك، فاهمني؟ انا عندي احساس ان الكافيين اللي في القهوه ده بينترفير مع اسمه ايه، اسمه الدايكلوفينيك صوديوم اللي انا باخده ده. فاضل لي اخر حبايه فيه عشان عندي اصابه كده، فلازم اخد انتي انفلاماتوري نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، فانا حاسس ان الكافيين اللي انا باخده بينترفير معاه بطريقه وحشه، لكن عادي بقى. تاني حاجه ليها علاقه بان الكافيين، اظن القهوه اسيدك، فلما تخش اصلا بتاع ده بيخلي ستومك اسيدك، فممكن يسبب لي ألسرز. ما علينا، احنا بنتكلم فيها اصلا. المهم، فانت يا سيدي محتاج الاربع حاجات دول، صدقني وكل حاجه هتتظبط. اغلبيتنا بس محتاجين دول، ومحتاجين خصوصا اخر حاجه، لان سهل على فكره انك تقعد تجيب دول، لان دي كلها حاجات فكريه، او اخر اتنين تحديدا، انك تخطط وتلتزم، وانك تنعزل. مش تنعزل فعليا بس تنعزل عن الحاجات اللي بتشتتك. على فكره انت ممكن تلف الحاجات اللي بتشتتك كحاجه ايجابيه. تخيل مثلا ان انت بتقعد على يوتيوب كتير، حتى لو بتتفرج على فيديوهاتي بس الى ليميت، الى ليميت. لو ده بيمنعك ان ده تروح تاخد اكشن، اذا ما تتفرجش. انا بحب اتفرج على بودكاست بتاع شخص اسمه كريس ويليامسون وبيفيد، بس جس وات، البودكاست الواحد اللي ممكن يكون 3 ساعات مثلا، ممكن اسمعه على 3 ايام حرفيا. اكون مثلا وانا بطبخ حاجه مثلا، اكون مشغله في الخلفيه، وانا بتمشى ممكن اشغله في ودني الى ما هنالك، بس ولو انا مثلا باكل ولا حاجه يعني لوحدي يعني، فاهم؟ ممكن اشغل كده اكمل جزء من البودكاست وانا قاعد بخلص اكل على السريع، يعني ربع ساعه هنا او ربع ساعه هنا، باخده كده. ايه اللي ما بعملوش بقى؟ ان انا اسيب شغلي عشان اخلصه، فاهمني ازاي؟ الا لو بقى انت عندك وقت مخصص للبودكاستات، زي مثلا ما احنا عندنا وقت مخصص للقرايه مثلا الى ما هنالك، دي قصه تانية. لكن قصدي ان انت ما تبيعش الخطه لمشتتات، حتى لو انت عمال تقنع نفسك انها ايجابيه. ممكن تكون دي شاتس، عمال تتشات مع حد على واتساب ولا انستجرام ولا فبتضيع وقت. خد بالك من ده، ممكن تلف حاجه سلبيه كحاجه ايجابيه، لكن هي في الاخر مضيعه وقت، هي مضيعه وقت، فاهم قصدي؟ فالاربع حاجات دول اللي لو انت فعلا عايز تشتغل على نفسك بالمعنى الحقيقي، يبقى هم دول الاربعه. تكون فاهم ان انت المصدر الرئيسي الهدف. وعلى فكره في كتاب ورايا هنا، انا عايز كتابين اكشلي، انا عايز كل اللي بيتفرجوا على الفيديو دول فك يقراوا، الا هما الاثنين دول. اللي هيكتب كومنت اسم الكتاب بالله انا هطخه بالنار.
I Can't Hurt Me و Never Finished بتوع ديفيد جوجنز. الكتابين دول كل ما اخلصهم اقراهم تاني، فروح اقراهم يا اسطى، وهيدوك فكره حلوه قوي عن الحاجات اللي انا بتكلم عليها عامه. ودول كتب بتغير المنتاليتي بتاعتك بجد يعني. يعني مهما مش يعني بجد لو هنصح حد يقرا كتابين بس يبقوا هم حاليا يعني هم الاثنين دول. طبعا بقى بحب الكتب، في كتب كتير ساعدتني وبتاع، لكن الاثنين دول لو انت بتتفرج على الفيديو ده الكتب دي هتفرق حياتك تماما يعني. آم، اه فشوف انت الهدف بتاعك كان لنفسك، وخلي ده واضح وصريح. بص لنفسك في المرايه كده، خلي عندك احترام للذات كده شويه. بص نفسك المرايه، صارح نفسك كده شويه، قول قد ايه انا سايب بوتنشال، انا سايب بوتنشال لنفسي قد ايه. بص في المرايه كده، قد ايه انا سايب لنفسي بوتنشال. هبقى عامل ازاي لو انا فعلا كل شويه سالت نفسي في الخمس دقايق الجايه دول. تخيل انت معاك 5 دقايق فاضيين، في الخمس دقايق الجايه دول ايه حاجه ممكن اعملها عشان اتحسن من نفسي. الناس تقول ايه ده، هو الواحد ما يريحش، هو الواحد شايف ايه يهبل. حرفيا في الخمس دقايق دول ايه حاجه ممكن تحسن من نفسي؟ انك حرفيا تقعد وما تعملش حاجه، انك تقعد كده. اقول لك على حاجه، ان انت تعمل بوش ابس. هو الواحد ما يريحش، كمان ايه اللي هيحصل؟ هتعمل بوش ابس هيجي لك بامب، فاهم، دمك يتضخ، فتنزل شويه اندورفينز بتاع، تفوق. نت بوزيتيف. فين المتعب في الموضوع؟ النت بوزيتيف، بعدها تحس شعور احسن. لو انت قعدت ما عملتش حاجه، لو انت قعدت مديتيتد 5 دقائق شعورك احسن. لو انت رحت صليت لك ركعتين حسيت انك احسن. لو انت رحت خدت جولد شويه حسيت انك احسن. انا ما اعرفش ايه الناس بتربط هذه الاشياء كانها عذاب وجهد، يعني اللي هو ايه العذاب ده؟ عذاب ايه يا ابني؟ امال انت عايز تعمل ايه؟ لا انا هقعد اسكرول ال5 دقائق دول عشان بخلص وابقى شكلي عامل كده، برين ستيميوليتد على الاخر، فاهم، مش مركز مش مفوق ولا اي حاجه. مين في من الاثنين دول مين فيهم اللي اسهل اصلا؟ هي ده يعني. البوش ابس صعبه قوي للدرجه دي، مع ان انت هتحس بعدها بشعور كويس جدا بقيه اليوم، فاهم. فاكشولي لا، الحاجات اللي هي صعبه هي الاسهل، وهي اللي هتخليك حاسس انك احسن. فاهمني ازاي؟ فتخيل لو انت عملت كده بقى بجد هتبقى فين، فاهم. وحط لنفسك اهداف واضحه وصريحه، فاهم، وخدها كده زي خليك سنايبر ما تبقاش ماشين جان. بمعنى بدل ما انت تحط لنفسك اهداف كتير جدا، انا وهو عادي عادي عادي. انا فاهم ان انت واحد على سيلف امبروفمنت، انت عايز تتحسن في اماكن كتير وحتى حاجات ما بنتكلمش عليها. ممكن تكون عايز تتعلم لغه، ممكن تكون عايز تتعلم الماني، اسباني، بتاع، عايز تلعب على الجيتار، تلعب على البيانو، عندك رياضه عايز تبداها، عايز تلعب مارشال ارتس، عايز تحترف التشيس، عايز تعمل كذا، عندك برضو مهارات زياده، عايز تبقى كاتب، عايز تبقى شاعر، عايز تتعلم الطبخ، عايز تتعلم ازاي تعمل كذا، نفسك تسافر، نفسك تعمل. فعندك اهداف كتير كده غير الاهداف الاساسيه، الا هي منتال هيلث وريليشن شيبس وكذا. متفهم، انا بني ادم برضو، انا عندي ده انا كمان. بس لازم الاول يعني زي مثلا انت هتكتب كل الحاجات اللي انت نفسك تعملها لحد اخر السنه مثلا، تمام. هتلاقي كده تارجتس كتير 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 كتير. حط دوريه حوالين الاولويه دلوقتي، وده فاهم، اتعامل كسنايبر مش كماشين جان. ما تقعدش تضرب على كذا حاجه في نفس الوقت. بطلقه سنايبر ركز على التارجت بالظبط، تشيل التارجت بعديها خش في اللي بعده. لو اتبقى وقت ساعتها خد الحاجات اللي مش اساسيه بس. مثلا الاساسيه تبقى جسمك، تبقى المنتال بتاعتك، تبقى علاقاتك، تبقى مثلا دراستك لو انت شغل يعني حاليا بتدرس عشان طب او كذا، او البيزنس بتاعك لو انت عندك بيزنس وشغال عليه لنفسك عشان تعمل منه فلوس على طول. دول يبقوا اولوياتك، فاهم. بعد كده بقى هتيجي مثلا والله انا فاضي، والله انا كان بقالي فتره نفسي اتعلم عن الحاجه الفلانيه، يلا نتعلم. والله انا فاضي، ما تيجي يلا ناخد لنا الاسبوعين ولا الثلاثه الجايين دول نمسك الالماني مثلا نفحته من اوله لاخره كده، فاهم. الى ما هناك لما تبقى فاضي، فاهم. او مثلا حتى في يومك العادي، مش شرط انك تاجل لفتره معينه، ممكن في يومك العادي بس لما اخلص الهابتس الاساسيه، يعني لما اخلص شغلي، لما اخلص حاجات المنتال هيلث، لما اخلص حاجات الفتنس، ساعتها لو انا فاضي ممكن اقعد اعمل حاجه زياده. فاهمني ازاي؟ يعني برضو خلي عندك اولويات كده، فاهم. ويا سيدي حط لنفسك روتين، حط لنفسك عادات بتعملها، اثبت على الحاجات اللي انت محتاج تعملها، ما تتكسلش. شيل الديستراكشنز يا اسطى. خد بالك في ناس بشوفهم انا عندي سيرفر ديسكورد، تمام، في ناس بشوفها هناك بتقعد هناك طول اليوم. انت مش برودكتيف، انت مش منتج، مع ان دي كوميونتي عن سيلف امبروفمنت. حتى لو بتسال اسئله مفيده برضه الى حد ما. لو عندك سؤال مهم اساله، غير كده ما تفتحش، ما تقعدش. انا ما بفتحوش، فاهمني. لو عندك سؤال خش، غير كده يبقى انت قاعد بتستخدمه زيه زي السوشيال ميديا بالظبط. مع ان في ناس هناك كويسين وهتفيدك وكذا،
بس برضه في حد ذلك انت برضه في الاخر اسمك بتضيع وقت لو انت اكتف هناك 24 ساعه، اذا انت بتضيع وقت. فاهمني؟ يعني في واحد قبل كده سالني سؤال، قال لي هو انا محتاج ابعت كام رساله في الديسكورد عشان اترقب؟ بقول له يا ابني احنا عندنا اللي بيترقوا ما بيبعتوش عامه يعني. آه. في عندي في السيرفر كده سيستم لليفلات ممكن تعلاها. انت عارف الطريقه الوحيده اللي انت تعلي بيها ايه؟ مش انك تبعت اي حاجه في الشات او انك تعمل اي حاجه في السيرفر. الطريقه الوحيده اللي تعلى بيها هو ان انت حرفيا تنعزل عن السيرفر، تعمل انجازات في ارض الواقع في حاجات مختلفه، تجيلنا بالدليل. ولو جبت يعني لو جبت الانجازات اللي احنا قلنا لازم تعملها عشان تاخد الليفل، ساعتها بديك الليفل. انا مش عايزك تقعد على ديسكورد، فاهم؟ حتى لو انت واخد الليفل في ديسكورد، بس انا مش مهتم ان انت تقضي وقت على السوشيال ميديا. انا عايزك تنجز. انا مظبط السيرفر هناك علشان لو الناس عايز تعرف على بعض، لو حد عنده سؤال يساله لبعض، لو انا مظبط مكالمات هناك الناس تقدر تتعامل. لكن انا مش عايز الناس تقعد على ديسكورد، لا. انا ما بقعدش على ديسكورد، فاهم؟ اه يعني. بس فخد بالك من الاربع حاجات دول وركز عليهم كويس، صدقني جزء كبير من حياتك هيتفك. بس لو انت الفيديو ده فادك، انزل دوس اول لينك في الديسكربشن، دي الاكاديمي اللي ورايا. هناك ساعدنا اكتر من 100 شخص ان هم يحسنوا الفيزيكال هيلث، المنتال هيلث، يكسروا ادماناتهم ويكونوا شخصيه جديده وانضباط وبرودكتيفيتي، يحسنوا علاقاتهم ويغيروا المايند سيت بتاعتهم عن طريق 21 كورس. وبنزود انا اللي عاملهم كلهم شخصيا، بيغطوا توبكس مختلفه. مثلا هنا الكورس عن البورن، هنا كورس عن الويل باور، كورس عن البرودكتيفيتي، كورس عن الديسيبلين، هنا عن المنتال هيلث. انا عاملهم كلهم، تخيل فيديوهاتي على اليوتيوب بس على ستيرويدز، فاهم؟ اكبر بكتير طبعا. وممكن تشوف التستمونيالز كلها في اول لينك في الديسكربشن، هتلاقي كده التستمونيالز بتاع الناس اللي جوه، هتلاقي فيديو كده صغير بشرح فيه بالظبط بالتفصيل الدنيا جوه عامله ازاي وكل حاجه. فدوس اول لينك في الديسكربشن، هي على ديسكاونت برضه، ممكن انت تلحقها دلوقتي. صدقني احسن انفستمنت ممكن انت تشترك فيها. وشير الفيديو لحد ممكن يستفيد منه، واعمل سبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي يا برو. باي. بالمناسبه انا شكلي خسيت شويه، صح؟ عشان بجري كتير وبتاع، فاظن ان انا الكالوريز بتاعتي مش مكفياني، فاهم؟ محتاج ازود كالوريز اكتر. حاليا داخل بيريود، فاهم؟ سايب الجيم شويه، او مش سايبه يعني، لسه ملتزم في الجيم، بس اللي هو بروح العب تمرينه ابر بادي كده وتمرينه لور بادي مرتين ثلاثه في الاسبوع، اغلبيه الوقت راننج راننج راننج. ليه؟ علشان عندي حاجه بتمرن لها، بس ده السر. فاشوفوا الفيديو الجاي. باي.